السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناة، وانتوا بتشتركوا في القناة فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الإشعارات الخاصة بالقناة عندي. النهاردة هنعمل 3 أنواع سمنة. السمنة الأولانية اللي احنا شفناها دي كانت خاصة بالحلويات، ودي كمان السمنة البلدي بتاعتنا، ومطلعين منها موطة كمان تنفع معانا للمش أو ناكلها كده في سندوتشات، نحط عليها شوية ملح كده ونعملها سندوتش رهيبة يا جماعة بمعنى الكلمة. وكمان هنعمل مع بعض السمنة بتاعة الأكل، السمنة بتاعة الخضار، بتاعة الفراخ، بتاعة اللحمة نحمر فيها. فيعني دي كل أنواع السمنة اللي هنعملها النهاردة فعلا هتفيدكم وهتفرق جدا وجودها في المطبخ، وهنقدر نعملها بمنتهى السلاسة. خصوصا السمنة البلدي عشان احنا داخلين على شتاء، فمحتاجين لبن كامل الدسم عشان نستفيد منه جدا. طيب ده طبعا شكل السمنه اللي هي بتاعه الخضار وهي متجمده اهو، بصوا شكلها عامل ازاي، مرمله وحلوه قوي، وطبعا وهي لسه سايحه. بسم الله. ونبتدي اول حاجه وهي السمنه الفلاحي او الزبده الفلاحي بتاعتنا، ونبتدي نعمل السمنه دي عباره عن وش اللبن اللي هي القشطه. ده اللبن بتاعنا بنجيبه وبنجمع القشطه بتاعتنا منه، وبنشيلها في الفريزر وبنكونها. دول قد ايه قشطه؟ دول كيلو 50 جرام من القشطه، حط عليها كوباية من المية أو كوباية من اللبن أو كوباية ميكس ما بين اللبن والمية زي ما انتم عايزين. بفكها شوية من التبريد بتاعها، بحلها وابتدي احطها على النار. اول ما هلاقيها تبتدي تغلي معانا على طول بروح مهديه النار خالص زي تسوية الرز. ويا سلام لو حطينا كمان تحتها شياطة، خصوصا لو حد زيي بيستخدم حلل ستانلس، فهتبقى نسبة الحلة وان هي تلدع او تبقى عاملة لون ومؤثرة على الحلة كبيرة، غير الجرانيت والسيراميك والتيفال. فنحط شياطة تحت ونخليها على تسوية الرز شعلة رفيعة جدا ونسيبها مع بعضها. طيب بتاخد بالظبط من 2.5 ل3 ساعات على النار. لازم تكون النار بتاعتنا هادية جدا زي تسوية الرز. نحطها في حلة واسعة اكبر منها علشان هي بتفور وبتغلي معانا، فعشان ما تبهدلش الدنيا يبقى فيه هادر كتير على البوتاجاز. طيب بنقلبها من وقت للتاني ونحاول نحط المعلقة تحت في نهاية الحلة او في قعر الحلة زي ما بنقول، علشان ما تلزقش مننا لانها بتلزق كتير. على فكرة الحركة دي بتفرق جدا وبتفيد معانا كتير. انا بالنسبة لي بستفيد بان انا افكها، ما بعملهاش لا بايدي ولا بمضرب كهربائي ولا بالعجان. اولا بحافظ على المضرب الكهربائي او العجان عشان لو فيها تجميد زيادة ممكن تطيرهم لي في ثانية. تاني حاجة برحم ايدي برضو من الشغل، ما احنا مش قاعدين في البيت طول النهار ماسكين الموبايلات، بنشتغل طبعا. في حوار ان احنا نضربها بايدينا او بالمضرب اليدوي ده حوار صعب قوي. حلو الكلام. خلصنا بقى وابتدت هديت كده وابتدى يظهر لي، بصوا السمنه اهي ابتدت علامات السمنه تظهر. افضل برضو اقلب من وقت للتاني علشان ما تتحرقش مني، واستنى لحد الريم الابيض ده اللي معمول يبتدي يختفي تماما. بصوا والمقطة كمان يتحول لونها لبني، بس مش بني محروق، بني ذهبي زي ما شفناه في اول الفيديو. استنى بقى وابتدي احطها في تبرد تماما، وابتدي احطها في حاجة عشان احتفظ بيها. الكيلو بتاع القشطة او الكيلو 50 جرام من القشطة ومضاف ليه كوباية مية او لبن، عمل معايا بالظبط 450 جرام من السمنة البلدي الفلاحي بتاعتنا، 100% فلاحي مفيهاش كلمة. طيب ودي شوية المرطة اللي زي ما قلتلكم ممكن نستخدمهم في مش او كمان نعملهم سندوتشات نحط عليهم شوية ملح كده. اسفة نسيت اقول لكم ان انتوا بتعملوا السمنة حطوا نص معلقة صغيرة من الملح معاها. تمام كده وهي لسه بتتسيح. نيجي بقى ايه للسمنة بتاعة الاكل، وطبعا دي يعني كلام في حقها ما يعني مش هيخلص حقيقي. اولا السمنة دي بنجيبها من الدهن من عند الجزار، وبتبقى عبارة عن دهون اسمها دهون، بنقوله عايزين دهون فصوص او فص او اللي في بيت الكلاوي، هو ده بيكون شكلها بتبقى فصوص عشان هي بيبقى اصلا شكلها فصوص. الناس اللي هتقول غلط والكوليسترول والكلام ده كله طبعا مذكورة في القرآن في سورة الانعام الآية رقم 146، ولما اتحرمت على بني إسرائيل، فهي فيها فوائد كتير جدا مش مضرة خالص، بالعكس كل الكلام اللي بيتقال في حقها غير سليم تماما. فسروا الآية وادخلوا على الشيخ الشعراوي هتعرفوا تفسير الآية كويس جدا، وهتعرفوا انها مفيد جدا ومفيهوش اي حاجة. طيب بنجيبها ونبتدي نقطعها قطع صغيرة جدا، وكل ما تقطعوها صغير كل ما هتستريحوا اكتر.
وهنبتدي نجيب حلة ونحطها فيها ونحط حوالي ربع كوباية او نص كوباية من المية او اللبن برضو، علشان تسهل معانا ان هي تغلي وما تتحرقش مننا وتسلي وتنزل لنا شوية كده من الدهون بتاعتها. اول ما هلاقيها وصلت للمرحلة دي، طبعا انا مهدية برضو النار بس مش زي الرز، عاملاها على اقل من المتوسطة. هاخد قطعة كده بالمعلقة وهبتدي اعمل لها تيست كده، اجربها اشوف هي استوت ولا لا، لانها لازم تستوي كويس جدا. طيب جبتها اهو وابتدت تتقطع بالمعلقة كويس معايا زي ما هتشوفوا كده دلوقتي اهو. بصوا دايبة دوب، انا عايزاها المرحلة دي انها هتكون دايبة دوب. حاجة من الاتنين، يستنى لما تهدى شوية واضربها في الخلاط، يا اما بالهاند بلندر وهي في الحلة كده واضربها واحولها للي انتوا شايفينه ده. لو هاند بلندر بتتضرب وهي سخنة، لو خلاط لا بنستنى عليها شوية. عايزين تنضفوا الخلاط هتنضفوه بطريقة سهلة جدا، ان احنا هنحط فيه شوية مية وشوية صابون، يكون المية بتاعتنا تكون دافية شوية نستحملها، يعني تبقى ازيد من ان هي تبقى نستحملها يعني. وهبتدي اضرب الخلاط تاني بالميه والصابون كده، هينضف معاكم هيبقى زي الفل. بس ما تسيبوهوش يهدى، يتضرب كده بعد ما تضربه على طول الدهن ده، علشان تنضفوه بمنتهى السهوله. بعد كده جبت كيلو من اللبن وحطيته على الدهون بتاعتنا دي. ليه كيلو من اللبن؟ علشان احولها طعمها من طعم دهن صافي لطعم فيه شويه من السمنه بتاعتنا. هنسيبهم يغلوا مع بعض كويس جدا، هيبتدي الريم ده برضه يروح، تبتدي تتحول معانا لسمنة. في ناس في المرحلة دي بتضيف حوالي 2 لتر من الزيت، اوعوا ثم اوعوا ثم اوعوا ثم اوعوا. ده فعلا اللي يودي في داهية. الزيت لو تعرض لدرجة حرارة عالية وغليان وهي لسه ما تحولتش لسمنة بالمنظر اللي احنا شايفينه قصادنا ده، بيتأكسد، تبقى درجة الحرارة بتاعته عالية جدا وبيبقى خطر جدا. فملهوش اي 30 لازمه. احنا كده كده واحنا بنطبخ بسمنه وزيت الاتنين مع بعض. فنعمل ايه؟ نلغي خالص حوار الزيت ده ونحولها الاول لسمنه، وبعد كده ممكن اقول لكم ان انتوا تعملوها امتى تحطوا الزيت لو انتوا عايزين تضيفوا زيت، لكن انا ضد مبدأ خالص ان احنا نحط زيت. احنا عايزينها سمنه بس 100%. طيب برضه هنسيبها تغلي على نار اقل من المتوسطه، وده منظرها بعد ما ابتدى كل حاجه تتروح من على الوش كده، وابتدى طبعا اللون بتاعها يتغير، وابتدت انها بقت رايقه وصافيه كده، ابتدت تبقى سمنه خلاص. ممكن في المرحله دي او دلقه الزيت ومقلبه وطفيه على طول، ده ممكن، لكن انا ما بفضلش كده برضه. ده شكلها اهو، بصوا شايفين المنظر. طيب انا الكيلو من الدهن والكيلو من اللبن عملوا معايا بالظبط 750 جرام من السمنه. 318 ماينس ده اللي هو او علامه السالب دي اللي هو وزن البرطمان نفسه بتاع اللي انا حطيت فيه السمنه، فبوزنه الاول وبعد كده ده كده بقى الصافي 583. ونفس الموضوع في البوله 176 اهم، يعني هم تقريبا هيطلعوا 750 جرام تقريبا، يعني لو انا فاكره صح. مش هتكلفكم حاجة، الدهن تقريبا معاكم من 50 جنيه لحد 75 جنيه الدهن ده الكيلو، واللبن ب30 جنيه، يعني حوالي 100 جنيه. بس خدتوا شوية سمنة تعملوها للأكل، مفيدة جدا صحية خالص، مفيش أي كلام يتقال في حقها غلط. ده شكلها طبعا وهي متجمد، وده شكلها وهو سايب. ما تعملوش بيها حلويات، عشان في ناس كتير جدا بتقول نعملوا بيها حلويات. لا ارجوكم تجربوها في بيض، ولو قدرتوا يعني قدرتوا ان انتوا تشوفوا ان هي لا تنفع، لان البيض طبعا هو اللي بيظهر طعم السمنه. فلو شفتوا انها تتعمل بيها الحلويات اعملوها، لكن انا ما بفضلش ولا نضيف عليها فانيليا ولا اي حاجه خالص، هي حلوه قوي كده للطبيخ. نيجي لسمنه الحلويات وهي معانا الزبده الفرن. بنجيب زبده فرن وبنفكها برضه، نخليها فكه كده شويه، ونبتدي نحطها في الحله. عايزين تقطعوها عايزين تحطوها سليمه، انا بحطها سليمه. وطبعا انا عندي مشكله دايما في الحلل، انا دايما بحب استخدم الحلل الصغيره، فما بتعلمش الدرس. هتشوفوا دلوقتي اللي حصل، فاضطريت انقلها في حله اكبر، علشان يا جماعه السمنه الزبده بتفور جدا 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 فوق ما تتخيلوا. فخلي بالكم دايما لازم تعملوها في حاجه اوسع. فدي دايما الغلطه اللي انا بعملها، لازم حلل واسعه كبيره عشان ما تفورش وبتدعوا عليا. متفقين؟ تحسبا ان هي فارت منكم وبهدلت البوتاجاز، هتجيبوا شويه ملح وتدلوها عليها كده اهو، وتسيبوا الملح يمتص الحاجه، هتشيلوه بمنتهى السهوله وتصبنوا البوتاجاز. طيب انا بقى هنا اهو حطيت كمان معاها كيلو من اللبن، وسبتهم يغلوا مع بعض كويس جدا، عشان برضو عايزه احول طعم الفرن ممكن تتسيح بس كده، بس هتحسوا بطعم مختلف، وهيبقى عامل زي السمنه التانية اللي انتوا بتشتروها العلب زي الشركات يعني التانية. لا دي بنحط لها شويه اللبن، وخصوصا لو لبن برضو بلدي بالقشطه بتاعته مغلي وكل حاجه،
بيفرق في طعمها جدا، بيخلي طعمها غني كده حلو. نفضل برضو سايبينها على نار اقل من المتوسطه لغايه ما يبقى ده شكلها اللي احنا شايفينه قصادنا ده اتحولت خلاص لسمنه كده تمام معانا وزي الفل. نستنى ونسيبها لغايه ما تهدى تماما ونبتدي ننقلها في حاجه ونحفظها على طول. السمنه بتتحط بره التلاجة او بتتحط في التلاجة زي ما انتم عايزين، انما الزبده ما ينفعش تتحط بره التلاجة، الزبده لازم تتحط جوه التلاجة. بصوا شايفين لما حطيتها في حاجه صغيره طبعا فرط وبهدلت الدنيا، طبعا راح عليا كميه حلوه يعني مش قليله. ده اللي انا حابه اقوله لكم. طيب اتمنى كده انا كده خلصت الفيديو بتاعي خلاص، لكن في حاجات عايزه اقولها لكم. اول حاجه اللبن البلدي حاولوا ان هو يكون في البيت، هيفرق معاكم جدا في كل حاجه. اللبن البلدي لو الولاد عندهم مشكله فيه فبنحط عليه شويه فانيليا، نحليه بعسل، نحط عليه شويه سكر، ممكن نحط كمان كريم شانتيه عادي خام من الموجود عند العطار، مش لازم حتى اللي هو الاكياس اللي في السوبر ماركت غاليه. عودوا ولادكم على اللبن البلدي، منهم هم هياكلوا حاجه يشربوا حاجه كويسه، ومنهم انتوا كمان هتستفيدوا بالقشطه بتاعتها، يبقى عندكم سمنه على طول نضيفه محترمه. نطبخ بسمنه وزيت الاتنين مع بعض مفيش اي مشكله خالص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والفكره تكون وصلتكم. اشوفكم في فيديو تاني واقول لكم سلام.